منذ وقعت حادثة شارلي إبدو، نشطت الإحصاءات التي تفيد بأعداد المسلمين في أوروبا والمسار التصاعدي لتلك الأعداد. فبحسب هذه الإحصاءات يعيش في دول الاتحاد الأوروبي اليوم نحو 20 مليون مسلم. النسبة الأكبر من بينهم تعيش في فرنسا، حيث يشكل المسلمون نحو 8% من عدد السكان، تلي فرنسا ألمانيا ب 6.5% من السكان، ثم بلجيكا والسويد ب 6%، تليها هولندا ب 5.5%، ثم بريطانيا ب 4.8%، فإيطاليا ب 4%. ولكن توقيت نشر هذه الإحصاءات بعيد حادثة شارلي إبدو يبقى ناقصا إذا لم يتم إلحاقه بإحصاءات أوروبية موازية تتعلق بنسبة الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلمون في أوروبا. وقد أظهر إحصاء ليوروبول، أي وكالة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، أن 2% فقط من الهجمات الإرهابية في أوروبا عام 2013 نفذها مسلمون، و98% نفذها غير مسلمين على خلفية دوافع عرقية أو قومية أو انفصالية. وذكرت دراسات بواحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في أوروبا عام 2011، عندما قتل أندريس بريفيك 77 شخصا في النرويج، احتجاجا على سياسة حكومة بلاده المنفتحة على استقبال مهاجرين مسلمين. وكما في أوروبا كذلك في الولايات المتحدة، فقد أظهرت دراسة لجامعة نورث كارولاينا عام 2014 أنه منذ هجمات 11 أيلول لم توقع العمليات الإرهابية المرتبطة بمسلمين إلا 37 قتيلا أمريكيا، في حين أن 190 ألف أمريكي قتلوا في الفترة الزمنية عينها. واستنادا إلى هذه الأرقام، خصصت مجلة ديلي بيست الأمريكية تحقيقا خلصت فيه إلى ما يلي: ليس خطأك إذا لم تكن على علم بحقيقة أن غالبية الجرائم الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة ينفذها غير مسلمين، إنه خطأ الإعلام.